السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير في احسن حال وانتوا بتشوفوا فيديو النهاردة. تعالوا النهاردة نعمل اسهل مافين كيك او كاب كيك، سهل جدا وبسيط. لو عندك بيضة واحدة بس وكوباية دقيق هتعملي احلى كاب كيك للولاد، خصوصا بيكون حلو جدا جدا للانش بوكس للمدرسة. تابعوا الفيديو للاخر وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وسيبولي كومنت صغير منكم عشان ادخل وارحب بكم. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نشوف الطريقة مع بعض. معايا اول حاجة كوباية الا ربع من السكر، حطيت عليها تلت كوباية من الزيت النباتي، وهحط بيضة واحدة بس بدرجة حرارة المطبخ، وكمان ظرف من الفانيليا او معلقة صغيرة من الفانيليا السائلة. هحط كمان نص كوباية مية، ولو حابين تستبدلوها بالحليب زي ما تحبوا، بس انا حبيت الوصفة تكون اقتصادية جدا. حطيت كمان ذرة صغيرة خالص من الملح. هبدأ كده اضربهم كويس بالمضرب الكهربائي، او لو مش متوفر يبقى هنحط كل المكونات دي في الخلاط ونضربهم كويس جدا لحد ما الخليط يعمل معايا الفوم اللي انتوا شايفينه ده. هبدأ بقى انزل بالمواد الجافة. معايا هنا كوباية من الدقيق، هبدأ كده انخلها كويس وانزل بيها على المواد السائلة. معايا كمان نص كوباية من الكاكاو ونقصاها معلقتين وحاطة بدلهم دقيق، تمام؟ يعني نص كوباية مواد جافة، 2 معلقة دقيق والباقي كاكاو خام. حطيت كمان معلقة الا ربع من البيكنج باودر. وزن البيكنج باودر حوالي 10 جرام. وزن المواد الجافة حوالي كوباية ونص. لو حابين الجرامات برضه هسيبها لكم في صندوق الوصف. هبدأ كده اضرب على اخف سرعة في المضرب او اهدى سرعة خالص في المضرب الكهربائي، عشان ادمج بس المواد الجافة مع المواد السائلة. زي ما انتم شايفين، طبعا لو بنعمل بالخلاط يبقى هنضرب كده المواد الجافة بالمعلقة عادي جدا في اتجاه واحد من تحت لفوق لحد كده ما يكون مفيش اي تكتلات خالص. ده كده القوام المظبوط بتاعها. وبعد كده هجيب قوالب الكب كيك واحط فيه ورق الكب كيك وهبدأ اقسم فيه بالشكل ده كده. عشان تسهلوا على نفسكم ممكن تحطوا الخليط ده في اي كوباية يكون ليها بوز من قدام عشان يكون سهل معاكم في الصب، او تحطوها في كيس من بتاع الحلواني او كيس بلاستيك عادي، وتفتحوه فتحة صغيرة خالص وتصبوا منه في قوالب الكب كيك. بس انا يعني سهلت على نفسي او اختصرت على نفسي الخطوة دي وحطيت بالمعلقة عادي جدا. وبيكون نص الكب بس اللي مليان، مش بنملاه للاخر، لازم نصه بس اللي يكون مليان عشان كده يعلى معانا وياخد معانا الكب كله وما يخرجش بره الكب ويكون شكله مش كويس. عملوا معايا 18 قطعة زي ما انتوا شايفين، فكمية حلوة قوي من مقادير بسيطة جدا جدا. عملت كمية محترمة. شوفي لو جبتي واحدة بس، يعني الواحدة من بره هتلاقيها برقم ومش مشبعة خالص، لكن دي حلوة جدا جدا جدا. اخر حاجة دي خطوة اختيارية، جبت كده شوية من الشوكولات شيبس وحطيتهم على الوش كده زي ما انتوا شايفين، بتدي شكل حلو قوي قوي في الاخر وكمان بتدي طعم جميل. طبعا مسخنه الفرن على درجة حرارة 180، وهبدأ اخد الصواني بتاعتي وادخلها الفرن. بتاخد حوالي ربع ساعة لتلت ساعة في الفرن على حسب الفرن بتاعك على الرف المنتصف، تمام؟ من ايد الفرن من تحت بس على 180، وبنسيبها حوالي ربع ساعة، بالكتير قوي تلت ساعة. زي ما انتوا شايفين بتطلع، بسيبها تبرد خالص. حلوة جدا جدا، طعمها تحفة، جربوها وبجد هتعجبكم جدا وهتدعولي عليها. وحلوة جدا كمان لللانش بوكس، فجربوها للولاد. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وفعلوا الجرس على الكل. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ومع الف سلامة.